احنا النهاردة رحنا على هولندا علشان نشوف شارع العالم كله بيتكلم عليه، شارع الضوء الأحمر. بيسموه شارع الدعارة. شارع الضوء الأحمر من أشهر المناطق في مدينة أمستردام في هولندا. بيضم أكتر من 461 محل للمتعة، وبتشتغل فيه أكتر من 9000 بنت في مجال الدعارة. الشارع بيستقبل مئات آلاف السياح سنوياً، وفي شوارع مشابهة ليه كتير في أكبر المدن الأوروبية، في باريس، لندن، برلين. بيتم عرض البنات وهم عاريات أو شبه عاريات على طول شوارع منطقة جلافاين وخلف واجهات زجاجية ضخمة كأي سلعة أخرى لراغبي المتعة الحرام. منطقة مثيرة وعجيبة، مش ممكن تزور أمستردام من غير ما تعدي منها. خطيف الضوء الأحمر اللي طالع من المحلات يتسير فضولك لاكتشاف شوارع المنطقة. في مدخل الشارع الممتد على قناة مائية في مرشدين ببدلة حمراء بيدولك دليل سلوك الزائر، لأن ما ينفعش تصوير أو تحقير بقعات الهواء، ولا يكون معك أطفال أقل من 18 سنة. في الدليل ده برضو موجود سعر الخدمات المقدمة. في منطقة المتعة بيوت بواجهات إزاز بتعرض أجسام بنات من جميع أنحاء العالم، أوروبيات، أفريقيات، عربيات، لابسين ملابس مثيرة للفانتازيا الجنسية. في الحي ده برضو بيعرضوا شباب بأجسام رياضية في إطار المتعة بالنسبة للبنات اللي بيدوروا على النشوة أو المتعة. كمان في نوادي ومسارح الجنس المباشر، محلات تدخين مختلفة بجميع أنواع الخمور والمخدرات المعروفة باسم كوفي شوب. تخيل لو انت معاك فلوس ممكن تشتري بنت لليلة كاملة، ولو انت مش عايز تدخل الشارع وتجيب بنت ممكن تكلم محل الدعارة وتطلب البنت اللي انت عايزها من موقع إلكتروني مخصص. بعدها بيبعتوا ليك البنت لحد باب البيت زي خدمة توصيل البيتزا. كمان في المدينة جميع أنواع الخمور والمخدرات المصرح بيها بشكل قانوني، ممكن تشربها وانت ماشي في الشارع أو قاعد على البحر، أو ممكن تدخل أي محل كوفي شوب وهم هيقدموها لك. كل حاجة حرام هتلاقيها في المدينة دي. عالم غريب خلانا نسأل سؤال: الحرية وحدودها في الدولة دي فتحت الباب على نشر وإباحات كل المحرمات، ولا هي دولة فاسقة، ولا هو شعب مجنون، ولا هو ذكاء في تقنين أقدم مهنة في العالم وضبط نزوات وغرائز الإنسان الحيوانية؟ سؤال الصراحة مش عارف إجابته.